النهارده عايزين نتكلم على موضوع بيهم البنات جدا جدا جدا، وهو موضوع اسمه الكراش دايتنج. مش ساعات كده بتلاقوا ان في بنات ما بتاكلش خالص او بتاكل قليل قوي، اللي هي تحس مثلا تلاقيهم مثلا بياكلوا 800 ل 1000 كالوري في اليوم. هو ده الكراش دايتنج. الكراش دايتنج ده البنات بتستخدمه لما تبقى مستعجله قوي على الخسسان، وبتقعد على فتره الكراش دايت ده مثلا من 3 ل 6 شهور بتاكل من 800 ل 1000 كالوري في اليوم، اللي هو بتاكل قليل قوي قوي قوي. دي غلطه كبيره وبتضر جسمنا جدا. الايفكت بتاع الكراش دايت ده بيبقى مضر جدا جدا على جسمنا، لان احنا ما بنعود جسمنا ان هو ياكل من 800 ل 1000 كالوري بس في اليوم. جسمي ما بيبقاش قادر يحرق كالوريز اكتر من كده، بيبقى اتعود على العدد ده. فبيحصل ايه بقى؟ اما برجع اكل من 1200 ل 1500 كالوري تاني في اليوم، جسمي ما بيبقاش قادر يحرق العدد الزياده دي من الكالوريز، فاوتوماتيكلي بتتحول لفات وجسمي بيزيد. ومن 1200 ل 1500 كالوري ده اللي هو الافريج للبنت الطبيعيه. عشان كده بنسمي الدايت ده الكراش دايت او اليويو دايت. اليويو دايت ده جاي من اليويو اللي هو بينزل ويطلع وينزل ويطلع، فوزني بيقل بسرعه وبيرجع يزيد تاني بسرعه، وده مش صحي خالص لجسمي. ازاي نصلح الموضوع ده؟ تعالوا نجرب تجربه تانيه. ليتس سي مثلا انا عندي فرح مهم بالنسبه لي، او خطوبه، او الصيف عشان اعرف البس مايو. هحط التارجت ده قدامي كتاريخ بعيد عني، وارجع بالعكس احاول ابلان الدايت بتاعي من 8 ل 12 اسبوع، وما اقللش عدد الكالوريز اللي انا باكلها ل 800 او ل 1000. افضل اكل ل 1200 او 1500 كالوري، انا هنا بقول افريج برضه، بس اكل نوعيات مفيده جدا من الاكل. والمعدل الهيلثي للخسسان هنا انا بتكلم من 750 جرام للكيلو في الاسبوع، ده معدل هايل جدا جدا جدا. المعدل ده هيساعدني ان انا اخس بشويش، بس هيجارنتيه تقريبا ان انا اللي خسيته ده مش هعرف ارجعه تاني بسرعه. وساعتها هنا هيكون كل التعب اللي انا تعبته في الدايت بتاعي مش هيروح هدر، وهقدر احافظ على الخسسان اللي انا خسيته ده. انا كل اللي حاولت اعمله النهارده ان انا اشرح لكم هو ايه الكراش دايت ده وايه المخاطر بتاعته، واتمنى ان احنا نحاول في حياتنا ان احنا ما نعتمدش عليه تاني ابدا، وان احنا نحاول نعتمد على طريقه الخسسان الصحيه. السلام عليكم.